الرئيس. أنا ببدي من ما انتهى فيه الأخ محمد البراك لما سأله واحد كويتي قال له عبد الحميد دشتي هو نائب كويتي ولا إيراني؟ لا، أنا أقول له هو يمثل إيران وسوريا والحوثيين. عبد الحميد دشتي تكلم مساع وحزب الله معهم. طبعا عبد الحميد دشتي مساع رد وقال حق وزير الخارجية إن أنا ما أتكلم شيء. أنا بقول لك في 2014 أنت صرحت وطلبت ضم إيران إلى دول مجلس التعاون. في يونيو 2014 وفي يوليو 2015 زرت المجرم بشار الأسد وصورت معاه ونشرت صورتك معاه على تويتر وتفتخر. في أكتوبر 2014 قلت بأن الشعب البحريني سينتصر وسيرحل القزاة، يعني تقصد حكام البحرين. ولما بدت عاصفة الحزم السعودية استخدموك إيران، وقعدت تضرب في السعودية وتحاول بالهمز واللمز أن تسيء إلى العلاقات. أنت رحت وزرت والد المجرم مقنية وافتخرت ورحت وعزيته بأيضا مقتل أو وفاة ولده اللي طبعا اختطف في الجابرية. شوف هذه تغريداتك، هذه تغريدة من تغريداتك تقول مبروك للشعب البحراني الانتصارات التي حققها أخوانهم الشعب اليمني، وهم يعاهدون الله بأن نصرتهم للشعب البحراني الأصيل عليهم واجبة وأشكاله عديدة. التغريدة الثانية: إذا القد ليس كالأمس واليوم وملف البحرين دخل الفرن، إن شاء الله أنت تدش الفرن، ولن يخرج الآن مستويا كالرقيف الساخن جميلا، فأبشروا يا أهلي ستنتصرون وسيرحل القزاة. هذه تغريداتك، هذا أنت اللي قايله وهذا موقعك بتويتر، وأنت طلعت كذا مرة. أما اليوم تينا بالبرود وتقول حطوا لي مشاهد. له الكويت كلها تدري، أحرجت الكويت، أحرجت القيادة السياسية. يعني ما أدري أنت ايش تبي نحطك هني ونكسر المطارات كلهم على راسك اليوم؟ قول لنا ايش تبي؟ ذبحتنا، أحرجت الكويت، أحرجت الشعب الكويتي. لا متى يا أخي ما أصير آدمي؟